مشاهدينا الأعزاء، برحب بكم معانا وحلقة جديدة وتحت الضوء وكل ما يلقى اهتمام مشاهدنا الكريم من أحداث وأخبار. أهلا بكم في تحت الضوء. تحت الضوء مساحة متميزة جدا على شاشة الفضائية المصرية للمعرفة، للمتابعة والتفاعل مع كافة الأحداث والمستجدات. تابعونا في الفقرة القادمة في تحت الضوء. بنتكلم عن ملتقى الجمهورية للفنون البصرية في دورته السادسة بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك. طبعا الملتقى من أهداف الملتقى الرئيسية إن هو بيضم جميع المواهب من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. دي حاجة. الحاجة التانية برضو كمان أنا النهاردة شرفت بمشاركة فنان جميل معايا، الفنان حمدي حسني، فنان من الصم والبكم، واللوحة ديت من أروع اللوحات اللي شفتها النهاردة في المعرض عندي. طبعا هو بيتكلم بيقول ان هي تبع ان اللوحه ديت من مصر القديم، مصر اللي هي عصر محمد علي. ان عصر محمد علي طبعا لو لاحظنا ان في هنا محمد علي قاعد، وبرده كمان مثل ان النيل في فيضانه، ومثل كمان حاجه جميله قوي ان عامل فلاحات شايله حامله الجرار، وفي نفس الوقت النخل وراه، والاهرام طبعا من فتره طويله جدا كان النيل بيفيض ويخش على الاهرام ويخش في شارع الهرم والحتت ديت. تمام. وبرضه كمان جاب حاجه جميله قوي، عمل ساقيه هنا اللي هي الساقيه اللي هي بيسموها ساقيه القادوس، وبرضه راجل هنا بيزرع اهوت. برضه مثل الفنان حمدي حسني عمل شغل جميل قوي في اللوحه ديت، عمل هارموني رائع بين الشغل اللي هو المصري القديم جدا جدا والمصري برضه اللي هو في المرحله اللي فاتت ديت اللي هي ايام اسره محمد علي. تمام. طبعا من ضمن الفنانين اللي عجبوني في الشغل هنا. وطبعا الحمد لله النهارده الملتقى تحت الملتقى النهارده من ضمن الحاجات الجميله اللي كانت فيه ان هو الملتقى النهارده كان برعايه مؤسسه الجمهوريه الجديده للتنميه، والمؤسسه ديت رئيس مجلس ادارتها الباشمهندس روحي العربي. وطبعا بنشكر الاستاذ ياسر عثمان مدير عام مكتبه القاهره الكبرى وكل الناس اللي موجودين هنا في المكتبه. بصراحه قاموا معانا بواجب كبير قوي قوي، لانهم بيوفروا لنا كل الاشياء اللي احنا بنحتاجينها بالنسبه للعرض والكلام ده. وبنشكر طبعا اسره التلفزيون المصري العظيم، وبشكركم كلكم. والنهارده كان الحمد لله كان يوم رائع جدا جدا، وتحياتي وتقدير للجميع. ونتمنى ان شاء الله مشاركه جميع ابناء مصر من اقصاها الى ادناها ومشارقها لمغربها دايما معانا باذن الله، مشاركين سواء بنات سواء بنين سواء اطفال برضو كمان. الحمد لله الملتقى كان ناجح، وبشكر الجميع اللي تعبوا معانا النهارده، وبشكر الفنان الجميل حمدي حسني من الفنانين الجمال قوي قوي اللي شرفونا برضو النهارده.
هما بيبقوا مادتين، يعني ماده وليها مصلب، ليها كذا اسم، ليها ايبوكسي وليها قوالب بقى بصب فيها بنسب معينه، وكل نوع ليه نسبه معينه. ممكن احتفظ بيها بورد، ممكن احتفظ فيها باي حاجات للبيبي. عندي حاجه عايزه احتفظ بيها لذكريات كانت عندي، ممكن اصبها في قلب القوالب وعليها الريزن واكتب عليه واعمل كذا شكل بيه، وبيبقى ليه قوالب سيليكون، وممكن انا اللي اصنع القوالب. هو ماده يعني طويله المدى وبتعيش وما بتغيرش لون، فهي حاجه للاحتفاظ، ان انا ممكن ارسم عليها، ممكن احتفظ يعني اصب على لوحه ريزن او اي حاجه ممكن اقدر احتفظ بيها في قلب الريزن. الريزن هو اصلا بيبقى عباره عن مادتين، الايبوكسي والمصلب، بيتحطوا على بعض بنسب معينه على حسب النوع، بتصلب في خلال 24 ساعه، بيتاثر بدرجه الحراره. بنستعمله بقى في قوالب يا اما سيليكون يا اما بنشتغل على ابلكاشه، في اشكال كتير بنعمل منه ميداليات، صواني، شيالات، اقلام، اي حاجه ممكن تتشكل ممكن نعملها بالريزن. تاني مره نشارك في ملتقى الفنون. قدمنا لكم حلقة جديدة من تحت الضوء، نشكركم على حسن الاهتمام والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقات جديدة.